أهلا بيك في قناة فيلم بنوار. بيبدأ الفيلم مع صوفيا صاحبة مؤسسة هدفها الحفاظ على البيئة والمسطحات المائية. هي وجوزها وزمايلهم بيعملوا جولات حول العالم عشان يوثقوا مقدار التلوث اللي بتتعرض ليه البحار والمحيطات، وكمان يوثقوا تأثيرها على الحياة البحرية وخصوصا أسماك القرش. وهم حاليا بيتتبعوا سمكة قرش من نوع ماكو اسمها الليلس عن طريق المتعقب اللي شابكينه فيها، وكانوا واخدين سمكة القرش دي كنموذج عشان يدرسوا طريقة تكيفها مع التغيرات البيئية اللي بتحصل دلوقتي. وبينزل كريس جوز صوفيا وزمايلهم عشان يشوفوا السمكة الليلس عن قرب، والمكان بيكون مليان نفايات بلاستيكية، وبيلاقوا حوت صغير شبك في النفايات واتشلت حركته ومات، وواضح انه معضود عضة كبيرة زي ما يكون حاجة هجمته. وبعد شوية بيجي سرب من سمك القرش من نوع ماكو، والغريب انهم بيصطادوا في جماعات ودي حاجة مش من طبعهم، والغريب كمان ان حجمهم اكبر من المعتاد بكتير. وبتوصل السمكة الليلس وبيكون حجمها زاد بشكل كبير جدا، بقت حوالي 7 متر، وهي كانت 2 متر ونص من 3 شهور، ودي حاجة مستحيلة. وصوفيا بتطلب من كريس يجيب لها عينة من ليليس عشان يفحصوها، بس أول ما بيقرب عليها بتجري بسرعة وبتفضل تلف حواليهم، وفجأة بتهجم عليهم واحد ورا التاني. وبتنزل صوفيا بسرعة عشان تلحقهم، بس بتلاقيهم كلهم بقوا أشلاء. وديليس بتوصل عندها وبيقفوا وجها لوجه، وبتهجم عليها بسرعة، ورجل صوفيا بتشبك في شبكة بلاستيك وبتتشبك في زعنفة السمكة ليليس، وديليس بتجرها لعمق المحيط. واختلاف الضغط بيأثر على صوفيا وبيخليها تنزف، وبتفضل تعافر لغاية ما بتقطع الشبكة وبتعوم للسطح وبتقدر تنقذ نفسها. وبعد كده بيعدي 3 سنين وبتكون صوفيا بعدت عن كل حاجة ليها علاقة بحياتها السابقة، وحاليا بتشتغل في معرض مائي. وفي يوم بتجيلها واحدة اسمها ميكا بتفتح معاها موضوع السمكة ليليس، وبتقول إنها عارفة مكانها، وبتاخدها معاها لمقر الجمعية اللي شغالة فيها للمحافظة على البحار والحياة البحرية. وبيكونوا متابعين شغل صوفيا من زمان وواخدينها قدوة ليهم، وبيعرضوا لها مسار تتبع السمكة ليليس. وبتكون حاليا موجودة في نهر السين في باريس بقالها 3 أيام، ودي حاجة مستحيلة أصلا لأن نوع سمك الماكو اللي ليلس منه مش بيعيش في المياه العذبة. وبيكون التفسير الوحيد لكده إنها تكيفت بسبب تغير المناخ والبيئة وبقت تقدر تعيش في المياه العذبة. وبتكون ميكا عايزة صوفيا تساعدهم إنهم يرشدوا ليلس إنها تخرج بره المياه العذبة وترجع للبيئة بتاعتها، وبتعرفها إنهم هيغطسوا النهاردة عشان يشوفوها بعينيهم. لكن صوفيا ما بتكونش مقتنعة بالكلام ده ومش عايزة ترجع لموضوع ليلس مرة تانية. بس لما بتروح بيتها وبتشوف مسار تتبع ليلس بتغير رأيها وبتصدق إنها فعلا ممكن تكون هنا في باريس. وبتكون ميكا في الوقت ده مع زميلتها بن بتجهز عشان تغطس وتشوف لاليس، وبتنزل النهر وبتشوف عربية غرقانة تحت وعليها آثار عض، والشرطة النهرية بتكون قريبة من المكان. فبتقوم بن تحذر ميكا وبتضطر تمشي، وبتلاقي ميكا حركة حواليها في المية بس ما بتقدرش تحدد ايه مصدر الحركة. بتطلع على سطح المية والشرطة بتشوفها وبتقبض عليها، وبتوصل صوفيا عند النهر وبتكون إشارة ليليس قريبة، وبتفضل تتبع الإشارة بس ما بتشوفهاش بعينيها، ولكن ليليس بتكون فعلا موجودة تحت المية. وبيطلع النهار وميكا لسه في اسم الشرطة، وظابط اسمه عادل بيحاول يعرف منها السبب الحقيقي لتواجدها في النهر، وهي بتفضل تكذب عليه، بس لما مش بتلاقي مفر عشان يسيبها تمشي بتقول له الحقيقة، وبتعرفه ان سمكة القرش ليليس موجودة في النهر. بس كلامهم بيتقطع ببلاغ مستعجل. وبتكون صفية لسه بتتبع ليليس وبتجيلها مكالمة من اسم الشرطة، وميكا هي اللي خلتهم يكلموها. وصفية بتقابل ميكا والظابط عادل وزمايله عند النهر، والبوليس بيكون لقى جثة شخص متاكل منها. وصفية بتأكد لهم ان العضات اللي على الجثة دي هي عضات سمكة قرش، وكلامها ده بيأكد كلام ميكا. وعادل بياخدهم عند أنجل رئيسة الشرطة النهرية وبيحكوا لها عن موضوع السمكة ليليس. وصوفيا بتكون عايزة البوليس يتعاون معاها عشان يخرجوا ليليس بره المياه العذبة وترجع لمواطنها حفاظا على حياتها. وأنجل بتكون عايزة يتأكد الأول إن ليليس موجودة فعلا في النهر قبل ما تتواصل مع القيادات الأعلى منها. وبينطلق عادل وزمايله عشان يغطسوا ويتأكدوا بنفسهم إن ليليس موجودة. وبتحاول صوفيا تمنعهم وتخليهم يكتفوا بجهاز التتبع اللي بيظهر إنها فعلا موجودة، لأن موضوع إنهم يغوصوا تحت خطر جدا، ولو ليليس حست بتهديد هتبقى عنيفة جدا، بس هما ما بيسمعوش كلامها. وبيوصلوا النهر وصوفيا بتكون معاهم وبترشدهم لمكان ليليس، وبينزل 3 من زمايل عادل للنهر عشان يتأكدوا بنفسهم. وميكا بتكون مراقبة اللي بيحصل من فوق، وبتكلم بين زميلتها وبتطلب منها تطفي جهاز التعقب بتاع ليليس لأنها مش عايزة البوليس يوصل لها لأنهم ممكن يقتلوها. وفعلا إشارة ليليس بتختفي من عند صوفيا. وتحت المية بيحس زمايل عادل بحاجة بتتحرك حواليهم، وبيخافوا جدا وبيطلعوا بسرعة، وبيشوفوا جهاز السونار وبيكون فعلا الجهاز لقط ليليس. وعادل بيزعق مع صوفيا لأنه بيفكر إن هي اللي عطلت الإشارة وعرضت حياة زمايله للخطر، وهي بتزعق معاه وبتقول إنها ما عطلتش حاجة لأنها أصلا ما كانتش عايزاهم يغطسوا وهم اللي أصروا، وبتسيبه وتمشي. وبتشوف ميكا وهي ماشية وبتروح وراها المقر بتاعهم وبتهاجمها عشان هي اللي عطلت إشارة ليليس، وبكده عرضت حياة الناس للخطر لأن ليليس كان ممكن تهاجمهم زي ما عملت قبل كده مع جوز صوفيا وزمايلها. بس ميكا بتقول لها إن ليليس مش هتهجم غير لو حست بخطر، والبوليس كانوا مسلحين وكان ممكن يأذوها. وبتفقد أعصابها وبتحمل صوفيا ذنب اللي حصل زمان، وإن هما اللي معرفوش يتعاملوا مع ليليس كويس. وصوفيا بتزعل منها وبتمشي.
بعد كده في القسم بيحاول عادل يقنع أنجل إنهم يقفلوا النهر لغاية ما يلاقوا سمكة القرش، بس المشكلة إن في حدث عالمي أولمبي اسمه السباق الثلاثي بعد كام يوم، وهيشارك فيه سباحين من جميع أنحاء العالم وهيسبحوا في نهر السين. وأنجل بتكون في حيرة من أمرها، إزاي أصلا تقول لعمدة باريس حاجة زي كده، وإزاي تقترح إلغاء حدث مهم زي ده. وبتخلي عادل يضاعف الحراسة والمراقبة حاليا على النهر. وبيبحث عادل عن صوفيا على النت وبيعرف تاريخها والحادث الصعب اللي حصل لها من 3 سنين. بعد كده بتطلع ميكا في بث مباشر بتتكلم فيه عن الظلم اللي بتتعرض له المخلوقات البحرية، سواء من صيد أو تجارة أو تلويث لمياه البحار والمحيطات. وبتقول للناس عن موضوع ليليس، وإن ليليس فقدت موطنها بسبب التغير البيئي اللي سببه الإنسان، وبتدعوهم إنهم يشاركوها في رحلة إنقاذ ليليس. وبيروح عادل عند صوفيا وبيعتذر لها على طريقة كلامه، وبيطلب منها إنها تيجي مع عادل العمدة عشان يشرحوا لها الوضع. وفعلا بيروحوا للعمدة وبيحكوا لها الموضوع، بس هي ما بتكونش مهتمة خالص بالموضوع، وأصلا مش بتاخد الكلام بجدية. وحاولوا يشرحوا لها كتير إن ليليس ممكن تشكل خطر على الناس اللي هيحضروا السباق وعلى ناس تانية غيرهم، بس هي ما بتسمع لهمش. وبيكون كل اللي يهمها هو السباق الثلاثي، وإنها مستحيل تبوظ مجهود الحكومة اللي اتعمل في الفترة اللي فاتت عشان ينظموا حدث مهم زي ده. وفي الآخر بتقول لهم اتصرفوا وحلوا الموضوع بس من غير شوشرة. وبتعمل صوفيا خطة بالتعاون مع الشرطة النهرية، والخطة هي إنهم هيقفلوا الطريق على ليليس عشان تمشي في مسار واحد بس، ويقدروا يحاصروها ويخدروها بمساعدة معهد علوم المحيطات، وبعد كده هينقلوها لمكان آمن تعيش فيه. وبتروح بينا عند صوفيا وبتوري لها الفيديو اللي ميكا عملته، وبتقول إن ميكا دلوقتي وكل الناس اللي بيدعموها موجودين في منطقة ممرات مائية اسمها سراديب الموتى، ودي كأنها بحيرة تحت باريس، وبيخططوا إنهم يوجهوا ليليس عن طريق موجات السونار عشان تخرج بره نهر السين. بس بني شايفة إن الكلام ده خطر جدا ومش هينجح، وما كانتش عارفة تتصرف إزاي، فلجأت لصوفيا وللبوليس. وبتكون بين فعالة جهاز التعقب بتاع ليليس تاني، وكمان بتفعله عند صوفيا، وبيشوفوا إشارة تتبع ليليس وبيعرفوا إنها موجودة دلوقتي في منطقة سراديب الموتى. وبتروح بين على هناك عشان تحاول تقنع ميكا، وبيروح وراها صوفيا وعادل وزمايله عشان يفضوا التجمع ده. وبيوصلوا عند مدخل السراديب وما بيكونش ليها غير مدخل واحد بس، وجوه بتكون موجودة ميكا ومعاها أكتر من 50 شخص متجمعين بيصوروا الحدث. وبتنزل المية ومعاها جهاز سونار ويطلق موجات فوق صوتية عشان تجذب ليليس وتعرف توجهها لبره النهر. والبوليس بيوصل وبيقولوا للناس يمشوا من هنا فورا. وبتفضل صوفيا تقنع ميكا انها تطلع من الميه وتسيب الجهاز، بس هي ما بترضاش. وهما بيتكلموا بتوصل ليليس وبتكون كمان ولدت، وميكا بتلمس سمكة القرش الصغيرة بنت ليليس، وصوفيا بتحذرها انهم كده في وقر ليليس وهي كده هتخوفها، بس ميكا ما بتسمعلهاش. وفجأة ليليس وبنتها بيجروا وبيختفوا. وبتفضل صوفيا تصرخ على ميكا انها تخرج بسرعة لان ليليس هتهجم دلوقتي. وبينزل عادل عشان يجيبها، بس فجأة بتهجم ليليس على ميكا وبتاكلها. وكل الناس بيخافوا وبيفضلوا يجروا، وناس كتير منهم بيقعوا في الميه. وديليس بتهاجم على السمكه بنتها نفسها وبتقتلها. بتفضل تهاجم الناس الموجودين اللي في الميه، وكتير منهم بيموتوا، وفي منهم اللي بيغرق ومن ضمنهم بن. والوضع بيتقلب لمذبحه. واللي بيسوق الموضوع اكتر هو تدافع الناس، وانهم بيوقعوا بعض وهما بيجروا. وافراد زمايل عادل كمان بيقعوا وبيموتوا. وبينتقل عدد كبير من الناس على مستشفى، واغلبهم فقدوا ايديهم ورجليهم. وصوفيا بتكون واقفه مذهوله من اللي بيحصل. وبعد ما الوضع بيهدى بترجع صوفيا وعادل لمكان الحادث، وبياخدوا السمكة بنت ليليس عشان صوفيا تفحصها. وبعد ما بتفحصها بتفهم ان ليليس لما تكيفت مع التغيرات البيئية الجديدة بقت بتعيش في المياه العذبة عادي، فوصلت لغاية نهر السين عشان تغذي نفسها وبعدها تنطلق في مكان تاني. ولما بتفحص السمكة الصغيرة بتطلع انها كانت حامل في عدد كبير جدا من الاسماك، وهي اصلا عمرها شهرين بس، ومعنى كده ان ليليس بتتكاثر ذاتيا وولدت اسماك كتير في الفترة اللي فاتت. وبتفهم صوفيا ان ليليس مش من فصيلة ماكو زي ما كانت فاكرة، وبتطلع إن هي السمكة الأولى من نوعها من فصيلة جديدة، ولو ما قضوش عليها هتفضل تتكاثر وهتملى المحيط كله. وبيروحوا عند العمدة، والعمدة بترمي اللوم عليهم هم في حالات الوفاة اللي حصلت، وكانت بتتكلم وهي عمالة تاكل. وبتزيف الحقائق وبتقول إنهم بلغوها بسمكة قرش تايهة في النهر، وما قالولهاش إن السمكة دي قاتلة بالشكل ده، وكل مشكلتها دلوقتي إن السباق بكرة، وهي هتكون في مشكلة كبيرة جدا لو الموضوع اتعرف. وصوفيا بتتعصب عليها وبتقول إنها لازم تلغي السباق ده وإلا ناس كتير هتموت بكرة. والعمدة بتتضايق وبتطردها بره مكتبها، وبتنحي أنجل ورجالتها من الموضوع، وبتطلب قوات من الجيش لتأمين السباق. وبتقعد تكمل أكل ولا كأن حاجة بتحصل. وبعد كده بتطلع في الأخبار تتكلم عن أهمية الحدث بتاع بكرة وعن كل الترتيبات والتأمين اللي حصل للحدث ده. والمذيع بيسألها عن الإشاعات اللي بتقول إن في أسماك قرش في نهر السين، بس العمدة بتنكر الموضوع ده وبتاخد الموضوع بهزار. وبتقرر صوفيا وعادل وأنجل إنهم يحلوا الموضوع بنفسهم بشكل غير رسمي بمساعدة باقي الضباط اللي في القسم، وبيستعينوا باتنين من الجيش من خبراء المتفجرات. وبيعملوا خطة، وهي إنهم هيحددوا الوقر اللي فيه ليليس وهيقسموا نفسهم ل3 مجموعات. مجموعة هتنزل تحت المية وهيعملوا بس لموجات فوق صوتية عشان تجذب ليليس وولادها لمكانهم، وهيكونوا زرعوا متفجرات في المكان عشان يقضوا عليهم. ومجموعة تانية هتفتح لهم ممر يخرجوا منه من الجانب التاني من السراديب. والمجموعة التالتة هيستنوا إشارة تثبيت المتفجرات عشان يفجروها عن بعد.
وخطورة العملية إن صوفيا والناس اللي هيغطسوا معاها هيكون عندهم 3 دقايق بس عشان يخرجوا بره الممرات المائية قبل التفجير ما يهدم الممرات عليهم، ودي فيها مخاطرة كبيرة جدا بحياتهم بس لازم يعملوها. وبيبدأوا تنفيذ الخطة، وبتنزل صوفيا وعادل واتنين كمان اسمهم أدمى وبيوكارد عشان يزرعوا متفجرات، وبتروح كارو وماركوس زمايلهم عشان يفتحوا لهم مكان يخرجوا منه من السراديب. وبيكون السباق قرب يبدأ والصحافة جاية من كل أنحاء العالم وآلاف من الناس هيحضروا. وبتتكلم العمدة مع الصحافة وبتشكر في التحضيرات ومستوى الأمن وفي المجهودات بتاعتها في إتمام السباق ده، ومتجاهلة تماما أي كلام من الصحافة عن شائعات وجود أسماك القرش. في الوقت ده في السراديب بتكون صوفيا شغالة جهاز الموجات، وبيلاقوا فوق منهم عشرات من أسماك القرش وولاد ليليس، بس ليليس لسه ما جاتش. وبينزل ماركوس عشان يقطع الشباك الحديد اللي على واحد من السراديب في قاع النهر، والشباك ده هو اللي صوفيا واللي معاها هيخرجوا منه. فوق المية بيكون السباق بدأ، وهما تحت بيكونوا زرعوا متفجرات، بس بويكارد بيتأخر شوية والوضع بيكون خطير تحت. وفجأة أسماك القرش بتهجم على بويكارد وبيقتلوه، وبتتحاصر صوفيا وعادل وأدمى، والقروش بتفضل تلف حواليهم بس هما بيبعدوهم عنهم بالشعلات اللي معاهم. وبيروح أدمى ياخد جهاز الإرسال اللي وقع من بويكارد عشان يبعت إشارة التفجير لزميله اللي بره، وفعلا بيبعت الإشارة، بس القروش بتهجم عليه وبيقتلوه. وبتهرب صوفيا وعادل من المكان بسرعة، والقروش بتجري وراهم، وزميلهم اللي بره بيشغل القنابل، والقنابل بتتفجر في المكان. وبره كارو وماركوس بيستنوا خروج صوفيا واللي معاها، وبيلاقوا صوفيا وعادل بس اللي خارجين، وبيكونوا مصابين ببعض الجروح من آثار التفجير. وبتنزل صوفيا تاني للقاع تشوف اللي حصل، وبتلاقي السمكة ليليس خارجة لها من تحت الحطام، بتبص ناحيتها وبتمشي. وبتطلع صوفيا بسرعة وبتبلغهم إن ليليس لسه عايشة، وبتجري على القارب بسرعة، بس ليليس بتطلع من تحت المية وبتقلب القارب، وكل اللي فيه بيقعوا في النهر. بتهجم ليليس على ماركوس وكارو وبتقسمهم نصين. بتطلع صوفيا وعادل على ظهر القارب المقلوب، ودريس بتسيبهم وبتتجه ناحية المتسابقين وبتهجم عليهم. والعالم كله بيشوف الحدث والسباق بيتقلب لمذبحة، والكل بيحاول يهرب جوه المية وبراها. وبتوصل قوارب الجيش وبيضربوا نار على ليليس في المية وبيحاولوا يقتلوها، والقناصة بيضربوا عليها من بعيد. وأنجل بتحاول تقولهم يبطلوا ضرب النار عشان في قذائف متفجرات في قاع النهر من أيام الحرب ممكن تتفجر في أي لحظة، بس محدش بيسمع كلامها وبيفوت الأوان، والمتفجرات اللي تحت بتتفجر وبتعمل سلسلة انفجارات كبيرة بتقلب المكان كله. والانفجارات بتعمل فيضان كبير بيغرق المنطقة وبيطول كل الناس اللي بره النهر، ومن ضمنهم العمدة هي كمان بتغرق. وبعد ما المية بتهدى بتكون كل البيوت المحيطة غرقت، وصوفيا بتلاقي عادل مغمى عليه، فبتاخده وبيطلعوا على سطح بيت، وبيبصوا على المكان حواليهم اللي بقى عامل زي البحيرة ومليان أسماك قرش كتير جدا من ولاد ليليس، وليليس لسه عايشة وموجودة وسطهم. وبيخلص الفيلم على إن أسماك القرش بقت موجودة في مية فرنسا كلها، والوضع خرج عن السيطرة. في النهاية لو الفيديو عجبك اعمل لايك وعرفنا رأيك في التعليقات، واشترك معانا في القناة وانتظر مننا أفلام قوية جدا الأيام الجاية. سلام.